افريج العربيات الاقتصاديه النهارده بتتكلم 450 ل 600. ده رقم كبير جدا جدا ان انت تدفعه في عربيه مش هتلبي كل طموحاتك، ومش مش هتخليك مبسوط من التجربه. انا اسمي محمد رجب. انا بشتغل في الماركتنج، بشتغل اي كوميرس ماركتنج مانجر في مجموعه حاجات كده صغيره على جنب. متجوز وعندي بيبو، طفل واحد اسمه بيبو، حاجه زي القمر كده. في حاجتين، في عربيه ربع نقل دي كملت بيا 7 8 سنين بس اول عربيه بجد يعني كانت سانديرو، رينو سانديرو. باخد راي مين وانا بشتري عربيه؟ يعني كل الناس اللي بثق فيها واولهم مراتي. عرفت سلندر تقريبا من حوالي شهرين. عرفتهم من اكوزيشن كامبين على فيسبوك. وقت ما انا بدات ادور فهم بداوا يظهروا لي كتير يعني، لحد ما دخلت جوه بقى قعدت اشوف تجربه. حاجه بنسميها في الشغل الديجيتاليزيشن، يعني فكره ان انت بتمر بتجربه من البدايه للنهايه، ممكن ما تحتاجش ان انت تتعامل مع حد. دي حاجه بالنسبه لي مريحه. انا ما بحبش كتير اتعامل مع ناس في البيع والشراء، فالتجربه بالنسبه لي كانت مريحه. فكره ان انا اشوف البرودكت 360 وان انا يجي لي ريبورت كامل عن العربيه، تقريبا على ما اعتقد 200 نقطه فحص تقريبا، واضح، والصور ديتيلنج جدا، والبرودكشن بصراحه بتاعت العربيه عجبتني قوي. هو نفس السبب اللي خلاني اختار سلندر، هي فكره ال 7 داي ريتيرن، اللي هو انت عندك 7 ايام تجرب فيهم العربيه، ولو ما عجبتكش او وفحصت بره ولقيت فيها حاجه مش عاجباك فبترجع العربيه. فده في حد ذاته يعني اكتر حاجه بصراحه كانت مريحه بالنسبه لي. في المجمل كان نفسي زيرو طبعا، بس في الواقع انه افريج العربيات الاقتصاديه النهارده بتتكلم 450 ل 600. فده رقم كبير جدا جدا ان انت تدفعه في عربيه مش هتلبي كل طموحاتك، ومش مش هتخليك مبسوط من التجربه، وهتبقى ندمان ان انت دفعت مبلغ كبير على حاجه مش هتديك نفس الفاليو اللي انت دفعته قصادها فلوس يعني. والله بيرسونالي انا ما كنتش جربت قبل كده المثبت سرعه والكاميرا ال 360 والدايناميك بتاع الكرسي، فشويه فيتشرز ما كنتش مهتم بيهم، بس لما جربتهم انبسطت. رقم واحد بالنسبه لي قوه مقابل السعر، رقم اتنين الريسيل. هو انا ما حبيتش اتعامل مع معارض، فكرك افضل اتعامل مع صناعيه. ده اكتر مشوار اسود في حياتي يوم الصناعيه ده.